في كام حاجة كده لازم نعملها عشان خاطر نخلّي بالنا منها ويكون كمان يومنا لذيذ، وبعد كده تاني يوم ما يكونش فيه أي أعراض جانبية أو بمعنى أصح نقضّي يومنا عادي. أول حاجة إن إحنا بلاش نتعرّض للشمس في وقت ذروتها من الساعة 11:00 للساعة 4:00 لإن إحنا زي ما قُلنا من شوية بيكون تركيز الأشعة الultraviolet بيكون في أشُدّها ودي بتسبب الأعراض الجانبية ديّة. تاني حاجة لازم نستخدم واقي شمس، وواقي شمس يكون مناسب لينا ودوّة بيتحط كل شوية، ودي معلومة حابب أأكد عليها، واقي الشمس بيتحط كل ساعة أو كل ساعتين حسب نوع كل واحد، مش مرّة واحدة بس، فبلاش بُخل. تالت حاجة لازم نشرب مَيّة كتير عشان خاطر جسمنا ما يتعرّضش للجفاف ويحصل له لا قدّر الله ضربة شمس. رابع حاجة لازم بعد يومنا ما يخلص نحط lotion مرطب للجسم، وده لإنه بيكون مهم جدًا للحفاظ على بشرتنا خاصةً وهي هتتعرّض لظروف مختلفة خلال اليوم من التعرُّض للشمس ونزول المَيّة المالحة والخروج منها، ويا سلام بقى لو بعضنا ما شربش مَيّة خلال اليوم، كل ده بيخلّي جلدنا وبشرتنا عُرضة إن هم ييجي لهم إصابات. خامس حاجة ودي أهمها والنبي خدوني معاكم لمّا تروحوا البحر، بقى لي كتير ما رُحتش. ايه ده؟ هاي جايز، يلا بينا، انا هصيف. وبس كده، كان معكم دكتور محمد عبد المطلب، ودي قناتي باتكلم فيها عن معلومات طبية، فما تنساش تعمل شير عشان خاطر غيرك يستفيد، وما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب للقناة عشان خاطر ييجي لك كل جديد، وما تنسونيش من دعواتكم.